وفاة الممثل التركي محمد شكيب تشبينار، فنان تركي الجنسية من مواليد أنقرة بتاريخ 10 من شهر فبراير عام 1969. اتوفى عن عمر يناهز 56 عام. وسيرته الذاتية هي شارك في عدد كبير من المسلسلات ومنها وادي الذئاب بتجسيده لدور جواد أكارسو. كمان جسد شخصية السيد غندوز والد التشيم من خلال مسلسل المؤسس عثمان. وكمان شارك في عدد أعمال درامية وسينمائية منها قلب شجاع والشوارع الخلفية ومأزق القلب. وابتعد شكيب عن الساحة الفنية منذ عام 2023، وتم نقله إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى في مغالة. وعرف بعدها أن حالته الصحية حرجة. وتخرج من معهد أنقرة العالي للمسرح، وانطلق في مشواره الفني عام 1988 من خلال مشاركته مع فرقة أنقرة للمسرح الشعبي. وواصل دراسته في معهد الدولة للمسرح في أنقرة خلال الفترة من 1990 حتى 1994، وبعديها التحق بالمسرح الوطني في أنقرة كممثل حتى عام 1999، وتم نقله لمسرح الدولة، واستكمل مسيرته الفنية في عام 2000 حتى 2003.